تحياتي لكم اخوان الكرام، مرحبا بكم معنا. اليوم الفيديو ديال هذا النهار الاخوان غادي يكون على الدجاج، على تربيه الدجاج في اعمار مختلفه، وغادي نهضر على المشكل اللي وقع لي انا الاخوان. الله يجزيكم بخير باش نكون واضحين. مشكل وقع لي انا، كان مرضيه الدجاج، مرضيه في العمر ديال الشهر، العمر ديال شهر حتى شهر ونص. مرض ليا بمرض خطير اللي هو الكوكسيديا. تعرفوا مرض الكوكسيديا؟ الاعراض ديالو الاخوان اللي هي معروفه عند الاخوان المربيين في الدجاج، وهو الزقه ديالو كتكون حمراء، يعني كتكون بنيه، يعني الجدار المعوي ديالو كيكون مجروح بواحد الفيروس خطير. هذا الفيروس هذا الاخوان الا ما نقيتيش، الا ما تداركتيش الموقف، كون على يقين ان الدجاج كله غادي يموت لك واحد مور واحد. وانا الاخوان كنصابني هاد الايام هادي هاد المرض هذا ديال الكوكسيديا، وكنت شريت واحد 30 فلوس ديال الاسترالوب، وكنشد ديالي انا معروف على الاسترالوب ان المناعه ديالو ضعيفه، وهو ثنائي الغرض، يعني اللحم والبيض تبارك الله. ولكن الاخوان كان وقع لي مشكل انه مرض ليا الدجاج. فاش مرض ليا الدجاج الاخوان كان عتق ليا، كنت جبت تي ام بي اس، هو اللي عتق لي موقف في المره الاولى فاش كان مرض. باش نعاود لكم الاخوان مزيان باش تفهموا مزيان، كان مرض ليا الدجاج في الشهر، عمر شهر، يعني فاش كيصيب الدجاج كيصيب في الايام الاولى، يعني في الشهر الاول. مرض ليا الدجاج هذا الاخوان كما كيبان لكم، ها هو شفتوا كما كيبان لكم مرض ليا. وكنت درت له الدواء، فاش درت له الدواء ديال تي ام بي اس تبارك الله الحمد لله تشافى. كنت شريت ديك الساعه واحد الرابعه، هذيك الرابعه كدير شي 80 درهم، وهي كتختلف من مكان لمدينه لمدينه، كل شركه فين كتطلق سميتو الادويه ديالها. فاش مرض لي الدواء هذا درت له الدواء الحمد لله برا، داك اللي كان في عمر الشهر. من بعد الاخوان كان جاتني واحد التفقيصه اخرى، فقص تقريبا شي 80 فلوس ديال فيومي ديال خليط السلالات، وراه كان باين عندكم الاخوان في اليوتيوب، راه كلشي حاطه في اليوتيوب. داك خليط السلالات ديك 80 حبه حطيتها مع الاولى اللي كانت مريضه بالكوكسيديا. عقلوا مزيان، كانت مريضه بالكوكسيديا وبرات. اش وقع ليها؟ تعادت لي ديك الصغيره اللي عاد يلا مناش من البراز اللي كان في الكوري، ومع انني نقيت ولكني ما عقمتش بالجير باش يموت داك الفيروس مره، لا خليته داز شهر، الاخر ولا عنده شهرين، والاخر فقص من بعد، يعني من بعد شهر، وحطيته تربيته بوحدو في الاول، تا كبر شي شويه عاد خلطته معاه. كما كتشوفوا هنا اعمار مختلفه، ها انتم الاخوان اعمار مختلفه، واحد صغير واحد كبير. انا الاخوان كان سميتو الفيومي، كان شاد شي شويه راسو، لان معروف على الفيومي وخليط السلات ان المناعه ديالو كبيره. من بعد الاخوان شنو وقع ليا؟ شريت داك الكتاكيت اللي قلت لكم قبيلات ديال الاسترالوب، اللي هما غاليين شي شويه، راه عارفين الثمن ديالهم 70 درهم الفلوس، يا شهر 10 ايام شهر 20 يوم 70 درهم 80 درهم راك عارف الفلوس، وذكروا نتوا كيدير 600 درهم. شريت الاخوان هذاك الاسترالوب، جبتوه انا ربيته بوحدو باش نشوف واش فيه شي مرض ولا لا، كان مزيان. واش وقع ليا واحد النهار اضطر الاخ ديالي انه ياخذ داك الاسترالوب باش يخلطوا مع هادو هما اللي كتشوفوا هنا، شوفوا الاخوان مع هادو، اضطر انه يخلطهم معاهم. لقيتها فاش ان الاخ ديالي خلط هاد الاسترالوب مع سميتو، خلط هاد الاسترالوب مع الدجاج، الاسترالوب المناعه ديالو ضعيفه، مرض ليا الاخوان، مرض ليا، ماتوا ليا خمسه. داركت الموقف بداك تي ام بي اس اللي انقذ لي الموقف. بالنسبه للجرعات الاخوان اللي كنت كنعطي لهم وعطيتهم حتى لهادو، حتى هادو مرضوا لي الاخوان ديك الساعه، حتى هادو مرضوا لي، والحمد لله داركت الموقف. وجبت تي ام بي اس كيدير 4400 ايترو، تسالت لي ديك 80 درهم كنت سالت ليا، وعطيته لمده 3 ايام معلقه صغيره في ايترو ديال الماء، معلقه صغيره في ايترو ديال الماء، او سوران ديال سميتها سوران ديال الشوكه ديال ديك الحنه ولا هادي، كنديرها في ايترو ديال الماء. عطيتها على حساب الدجاج اللي عندي، عطيته يشرب يومين. سبحان الله العظيم الزقه ديالو تبارك الله حيدت بوريشه، الزقه ديالو ولات ناشفه كما كيبان لكم هنا الاخوان. هاهي شتيها كي ولات، هاهي دابا دايره الزقه ديالو، ها يبان لكم في الفيديو ناشفه، شتيها ها هو دابا ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. هادشي الاخوان كنقول لكم باش تستهلكوا بلا ما تهلكوا، وهاد المعلومه هادي عطيتها لكم على السريع الاخوان. هانتوما تبارك الله راه الاسترالوب، راه
ديك الحبشي راه غادي تبارك الله كيكبر، ها هو هذا الكل. شوف ديك الحبشي، شوف ديك الحبشي، ها هو ما شاء الله تبارك الرحمن. قولوا تبارك الله وصلوا على الحبيب المصطفى الكريم، وان شاء الله تعالى نلقاكم فيديو اخر. وما تنساوش الاخوان انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا داك زر الجرس باش يوصلكم كل جديد مع القناه ديالنا. واللي ما يتبعناش يتبعنا في جميع القنوات، من جميع السوشيال ميديا، يعني في التيك توك، في الانستغرام وفي الفيسبوك بهذا الاسم ديال طريق فلوكس. وان شاء الله تعالى تلقاو من عندنا الجديد. وما تنسوناش من الدعاء، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين عدد كماله وكمال قوله كماله. والسلام عليكم.